السلام عليكم. في الفيديو ده هنكمل الصفحة التانية في الموبايل ابلكيشن بتاعنا، وهي الصفحة اللي هتظهر فيها البريدكشن بتاعنا. هاجي هنا في الليب اعمل كمان صفحة نسميها بريدكشن سكرين بالضغط بالشكل ده. خليها ستيتفول برضو، ونقول ان دي برضو بريدكشن سكرين. واللي انا هعمله هنا ان انا لما اضغط على الزرار بتاع بريدكت ايمج هيوديني على الصفحة التانية. اقول له نافيجيتور دوت بوش، عايز مني الراوت هتبقى ماتيريال باج راوت. عايز مني هنا البيلدر، اقول له انت هتبقى فانكشن بتريتيرن الصفحه بتاعتنا. الفانكشن بتاخد الكونتكست وبعدين بتريتيرن ليا البريدكشن سكرين بالشكل ده. ده كونتكست، خلي ده كونستانت. نعمل سيف. لو ضغطت على بريدكت ايمج هيودينا على الصفحه الثانيه. خلينا بقى نعمل الديزاين بتاع الصفحه الثانيه. هلاقي ان هي برضو هنا سيف اريا، الشايلد بتاعها سكافولد. السكافولد هنا هنديله الاب على عكس الصفحه اللي فاتت. نقول الاب بار، ادي الاب بار، هنضيف له التايتل. التايتل بتاعه هيكون تكست، الاسم بتاعه هيكون ايمج بريدكشن. وعايز ان انا اخلي التايتل ده في النص. اعمل سيف. هاجي هنا اقول له سنتر تايتل ترو. اعمل سيف. هلاقي ان التايتل بقى في النص. تمام. السكافولد ده البادي بتاعه هيكون ايه بقى؟ البادي بتاعه هنا هيكون الشارت بتاعتنا دي. طب الشارت دي اسمها ايه؟ اسمها سينس فيوجن كارتيزيان شارت. هعمل سيف من غير ما احط فيها اي حاجه. هلاقي ان ظهر لي فعلا شارت هنا. ده الاكس اكسس بتاعها وده الواي اكسس بتاعها. عايز بقى ان انا ابدا اضيف الداتا للشارت دي. هقول في الاول في البدايه سيريز. السيريز دي وهي الرسمه نفسها. طب نوع الرسمه هتكون ايه؟ انا ممكن في الكارتيزيان شارت دي ارسم كولوم، او ان انا ارسم روز، او ان انا ارسم لاين. فانا اقول له هنا انا عايز التايب بتاع الرسمه يكون كولوم سيريز بالشكل ده. طب الكولوم سيريز ده عايز الاكس فاليو مابر، وعايز برضو الواي فاليو مابر. ايه هو الاكس فاليو مابر والواي فاليو مابر؟ انت عندك لما بتضيف القيمه للكولوم سيريز، فانت محتاج الاوبجكت نفسه اللي انت بتضيفه ده، او الاوبجكت اللي بيعرف الداتا نفسها. بمعنى ايه؟ ان انا المفروض لما ارسم نقطه هنا، فانا عايز اعرف الاكس بتاعها والواي بتاعها. فانا لو كان معايا داتا، ايه اللي هيعرف بقى الكولوم سيريز ده؟ هي الاكس فين والواي فين. فانا عايز اقول له ان انت عندك هنا كلاس اسمه سيلز داتا، والنوع بتاعه هنا string. طب السيلز داتا ده هو ايه؟ هو كلاس. نعمل كلاس سيلز داتا. طب السيلز ده في ايه؟ في قيمتين. القيمة الأولى بتعبرنا عن الإكس، والقيمة التانية بتعبرنا عن الواي. فأقول له فاينل. الإكس التايب بتاعها هو string، لأن أنا عايز أعرض على الإكس هنا أسماء اللي هو الرايب والأن رايب. فأقول له أنت عندك فاينل string إكس. طب الواي بتاعتك، الواي هتكون قيم دبل عادي. فاينل دبل واي. وبعدين هعمل الكونستراكتور بتاع الكلاس ده. كده انا كونت الوحده البنائيه بتاعه اي قيمه عايز اضيفها في الشرط دي. هاجي بقى هنا اقول له انت عندك الاكس فاليو مابر ده فين؟ الاكس فاليو مابر ده عايز فانكشن بتريتيرن ليه مكان الاكس بتاعتك. ادي فانكشن اهي وهتريتيرن. طب الفانكشن دي هتاخد ايه؟ هتاخد اوبجكت من السيلز داتا اسمه سيلز، ومش مهتمة بالداتا تايب بتاعها، لأن الفانكشن دي عايزة قيمتين. لو وقفنا عليها كده هنلاقي إن هي عايزة السيلز داتا وعايزة انتجر. الريتيرن بتاعها بقى إيه؟ الريتيرن بتاعك إن جوه السيلز اللي أنا عامله أوبجكت اسمه إكس. ده هو الإكس فاليو مابر. بنفس الطريقة برضه هاخد ده كله كده كوبي، وهقول له هنا الواي فاليو مابر بتاعك هيكون فانكشن بتريتيرن الواي جوه السيلز بتاعك. كده أنا عرفت الكولوم سيريز ده هو شكل الداتا لما يجي لك هيكون الاكس فين والواي فين. طب فين هو الداتا اصلا انا احطها؟ احطها في حاجه اسمها داتا سورس. الداتا سورس بقى عايزه لسته من كل القيم بتاعتك. طيب القيمه الواحده من الليسته دي
هي عبارة عن سيلز داتا. فهنعمل مثال كده، هنقول له أول أيتم في الداتا سورس عندك هيكون سيلز داتا. السيلز داتا عايزة الإكس والواي. الإكس هتكون سترينج هنسميه رايت، والواي بتاعتك هتكون قيمة وليكن 32. هعمل سيت لأن حصل عنده مشكلة اللي هو بيقول لي تايب سترينج از نوت سب تايب اوف نمبر. طب ده ليه؟ لأن أنا الإكس أكسس بتاعي هو سترينج اللي إحنا بنحطه هنا، بس الكارتيزيان اللي هو الكارتيزيان شارت دي لسه مش اتعرفت على إن الإكس أكسس هو سترينج. طب ليه؟ هقف كده على الكارتيزيان هلاقي إن أنا عندي حاجة اسمها برايمري إكس أكسس وبرايمري واي أكسس. الديفولت فاليو بتاعتهم هو نيوميريك اكسس، يبقى انا عايز اغير بقى البرايمري اكس اكسس ده من نيوميريك اكسس لكاتيجوري اكسس. هقف عليها كده واقول له برايمري اكس اكسس، مش هتخليها لي بقى نيوميريك اكسس، هتخليها لي كاتيجوري اكسس. هعمل سيف، هيظهر عندي القيمه الواحده اللي انا حاططها. طب لو انا عايز احط قيمتين بقى زي الاثنين كلاس اللي عندي، هاخد ده واكررها كمان مره، هقول ان ده unwrite والقيمه بتاعتها كانت 12 مثلا، واعمل سيف هلاقي ان هي ظهرت بالشكل ده. طيب انا عايز بقى ان انا اضيف الليبل اللي عليها هنا زي اللي هنا كده، اللي هي القيم بتاعتها هي وصلت لكام، وكمان عايز اضيف التايتل بتاع الاكس اكسس والواي اكسس. هنروح هنا في البرايمر اكس اكسس هنلاقي ان في حاجه اسمها تايتل. التايتل ده بتاخد اكسس تايتل. الاكسس تايتل عندها تكست. هبدا هنا اضيف الاكس اكسس بيمثل لي ايه. هنقول ان هو بيمثل لي التاجز اللي جايه لي من الموديل بتاعنا بنفس القيم كده بالظبط. هاخد ده كده كوبي وبعدين هقول له ده برايمري واي اكسس، وبدل الكاتيجوري هيكون نوميريك، وبدل التاجز دي هيكون البريدكشن. هعمل سيف الاقي ان حط لي قيمه الاكس اكسس والواي اكسس هنا. عايز بقى ان انا اظهر القيمه نفسها اللي هنا، هاجي كده على السيريز، هروح على الكولوم سيريز تحت الواي فاليو مابر. اتاكد انك جوه الكولوم سيريز في حاجه اسمها داتا ليبل سيتنجز، بتاخد داتا ليبل سيتنجز برضه. جواها بقى اعمل از فيزبل، هخليها بترو. اعمل سيف هيبدأ ان هو يظهر لي القيم اللي انا كنت حاططها اللي هي ال 32 وال 12. كده انا عملت الشكل اللي هو اليو اي، بس انا مش عايز احطها انا بايدي. يعني انا مش عايز احط الاثنين ايتم دول بايدي، ده انا عايز اجيبهم من السيرفر بتاعنا. طب خلينا بقى نعمل الفانكشن اللي هتجيب لي الديل اصلا من السيرفر. الفانكشن ده هنحطها فين؟ هنحطها هنا ولا هنحطها في الصفحة دي؟ احنا هنحطها في الصفحة دي، واول ما انا انادي على الصفحه دي او اول ما انا ادخل لها بالنافيجيتور، اول ما اضغط على البريدكت ايمج هو هيبدا ينفذ لي الفانكشن اللي بتجيب لي الداتا من السيرفر. فانا هاجي هنا اعمل فانكشن، هي طبعا هتكون فيوتشر، واللي هيرجع ده هيكون سترينج منها، وهنسميها get data، وهتكون طبعا هي async. طب انا بقى عايز اكتب الكود هنا، الكود بتاع ال HTTP. لو رحنا على البوست مان ده الراوت اللي احنا كنا عاملينه، وفي البادي هنا كنا بنبدأ إن إحنا نبعت له فايل اللي هو الصورة بتاعتنا وبالكي اللي هو اسمه image data. أنا عايز بقى الكود ده، هضغط هنا على علامة الكود، وبعدين أبدأ أختار الطريقة اللي أنا عايز آخد بيها الكود، سواء بقى كانت دارت HTTP أو دارت دايو أو أي أصلا حاجة أنت عايز تشتغل عليها. طبعا إحنا هنسيبها دارت HTTP. هاخد الكود ده كله كده كوبي، وبعدين هضيفه في الفانكشن بتاعتي. عايز بقى إن أنا أضيف اللي هو ال HTTP، هروح هنا فوق وأقول له import package http سلاش http دوت دارت اسبق http اللي هو الفاريبل اللي احنا عاملينه هنا. طيب ده كده كل الفانكشن بتاعتنا. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا باخد اوبجكت من http بس ببعت له هنا المالتي بارت ريكويست، لان انا عايز ابعت فايل مش ان انا ابعت جيسون او كده. طب الفايل ده بيتبعت على ايه؟ على الراوت ده. عندك هنا الكي بتاعه اللي هو الايمج داتا، وعايز مسار الصورة. فاحنا ده المسار اللي احنا هنبعته. طبعا احنا ده اللي كان عندنا اللي احنا بنتست عليه، فاحنا هنشيل ده. وبعدين بقى ابدا ان انا اعمل سنت واستنى اللي راجع. هاجي هنا اقول لي انت هتريتيرن اللي راجع لك من السيرفر.
ولو حصلت مشكلة بقى انت هتريتيرن string فاضي، لان اصلا الفانكشن بتاعتي بتريتيرن string. عايز استخدم الفانكشن دي، هعمل هنا الانت ستيت اللي هي اول ما اليو اي ده يشتغل، او اول ما الصفحه دي تشتغل، او اول ما انا انتقل للصفحه دي، اقول له استدعي لي بقى الجيت داتا الفانكشن اللي احنا كنا عاملينه. طب ازاي بقى نجيب انا اصلا المسار بتاع الصوره؟ يعني انا عايز المسار بتاع الصوره ده، فالمفروض امرره للصفحه دي. فهرجع تاني على الصفحه اللي فاتت واقول له انا عارف انك الصوره كنت بتاخدها من الايمج بيكر وبعدين بتحطها في حاجه اسمها بيك. انا عايز بقى المسار بتاع البيك دي. فانا هطلع فوق كده واقول له هنا هتعمل لي اوبجكت من نوع فايل اسمه image path اللي هو مسار الصورة يعني بالشكل ده. وهنا لما بتحط الصورة وبتغير الايز ستيت وكده هتحط لي المسار بتاع الصورة في الفاريبل اللي احنا لسه عاملينه. ناخد ده كله كده كوبي وهضيفه هنا. طب الايمج باث ده هعمل بيه ايه؟ هروح للباتون بتاع البريدكت ايمج، ده الباتون بتاع البريدكت ايمج اهو. اقول له انت لما بتعمل نافيجيتور انت هتبعت لي للسكرينه بتاعتك البريدكشن سكرين دي، هتبعت لها الفايل ده. فانا هروح هنا اعمل برضو هنا فايل اسمه image path بالشكل ده فاينل، وبعدين هعمل import ل dart.io وهضيفه للكونستراكتور هنا واعمل سيف. وهرجع هنا بقى اقول له خد الايمج باث بتاعي، اقول له ضيف لي الايمج باث وهشيل الكونست من هنا وبعدين هضيف علامة. كده انا مررت الفايل بتاعنا اللي هو الصوره للسكرينه اللي اسمها بريدكشن ايمج. طب البريدكشن ايمج هتعمل بيه ايه اصلا؟ تاخد الايمج ده وتبعته للسيرفر. فاحنا هروح هنا عايز اوصل انا بقى للايمج باث، اقول له ويدجت دوت ايمج باث، ده كده الفايل نفسه. عايز بقى اقول له دوت باث اللي هو المسار بتاعنا. عايزين بقى نجرب الفانكشن دي. اروح اشغل السيرفر بتاعنا واتاكد ان انا داخل الفيرتشوال انفايرمنت. كده انا مش داخل الفيرتشوال انفايرمنت، اعمل لها كيل وافتحها تاني. هعمل رن للسيرفر هلاقي ان هو خلص. هبدا ان انا اعمل بقى الريكوست بتاعي. هرجع هنا او خلينا برضو ان احنا نعمل ريستارت خالص للموبايل. هجرب بقى السيرفر، هضغط لود ايمج، بعدين هختار الصورة دي، وبعدين هعمل بريدكت ايمج لان هو ظاهر بالشكل ده اللي هي 32 و12. بس هنا في حصل عندي ايرور لان هو بيقول لي باد ريكوست. ايه المشكلة هنا؟ المشكلة في اليو ار ال نفسه. احنا هنا مستخدمين اللي هو ده، بس مش هنستخدم ده، هنستخدم التاني ده اللي هو بيعتمد على اللوكال اي بي بتاع الجهاز بتاعنا. وهاجي هنا لحد السلاش، اعمل سيف، هشغل السيرفر، ارجع تاني وبعدين اعمل سيلكت انذر ايمج، هلود من فروم جاليري، بعدين ادي الايمج اهي، هعمل بريدكت ايمج، هلاقي ما حصلش اي ايرور. هروح بقى للسيرفر هلاقي فعلا ان هو عمل ريكوست على السيرفر بالبوست وبعت لي الداتا. عايز بقى ان انا اتعامل مع الداتا اللي راجعه اصلا من السيرفر. طب الداتا كانت راجعه شكلها ازاي؟ هروح على البوست مان واعمل سند، هلاقي ان ده كان شكل الداتا. هو راجع لي حاجه زي جيسون كده. فانا ممكن اخد السترنج اللي راجع ده، هطلع كده فوق اقول له انت عندك دي الفانكشن بتاعتك. الفانكشن انت بتستدعيها اول ما تدخل في الانيت ستيت، اول ما تدخل في الصفحه بتاعتك. هقول له دوت زين لان هي فيوتشر، واللي راجع هنا داتا. التايب بتاع الداتا ده هو string اللي احنا كنا عاملينه. هعمل بقى هنا variable تحت كده واقول له ده var data بالشكل ده. بس هنخليه مش string، مش هنخليه list بقى، هنخليه كأنه جيسون يعني او object. بعدين هقول له بقى هنا الداتا بتاعك اللي هو الفاريبل ده هيساوي جيسون ديكود للفاليو. وهاجي هنا هستبدل القيمة الرايت دي بإيه بقى؟ هعمل سند كمان كده عشان تظبط شكل الداتا. أنا عايز أوصل للبريدكشنز وبعدين أبدأ إن أنا أوصل للليستة الأولى منها والليستة التانية منها. كل ليستة أوصل للتاج نيم وأوصل للبروبابيلتي.
فانا هاخد البريدكشنز ده كده واقول له انت هنا اول حاجه لو عاوز اوصل للتاج نيم اقول له ادي عندك الداتا اللي احنا عاملينه اوف بريدكشنز اوف زيرو اللي هي اول ليست عندك اوف ايه بقى التاج نيم. يبقى انا كده وصلت للتاج نيم. هاخد ده برضو كده كوبي واقول له انت هتوصل لي هنا للكلاس التاني بس بدل صفر هتكون واحد. بنفس الطريقة برضو القيم دي هتكون بدل التاج نيم هتكون لو probability هنا، وهاخد ده كله كوبي وهنحطها هنا بس بدل صفر هتكون واحد. اعمل سيف وهرجع اعمل ريستارت اعمل لود واضيف الصورة وبعدين اعمل بريدكت. المشكلة هنا في ايه؟ المشكلة ان انا عندي received null. طب received null ده ليه؟ لان انا اصلا الفاريبل ده انا باكسسه وهو اصلا كان null لسه السيرفر مش جاب لي الداتا. طب عايز اتعامل مع الموضوع ده فانا عايز اعرض اصلا الشرط بتاعتنا لما يكون في داتا. اجي هنا تحت الداتا وهقول له variable هو is loading والقيمة بتاعته بترو. ده بيمثل لي ان انا لسه بعمل عملية لودنج للداتا. الموديل بتاعي بيعمل بروسيس على الصورة بتاعتي. طيب هستخدم بقى الفاريبل ده ازاي؟ هقول له انت اول ما تجيب لي الداتا اللي هو اول ما يبقى عندي دوت زين والداتا راجع لي في الفاليو انت هتخلي لي الاز لودنج ده فولس. هعكس بقى القيمة بتاعته. انا عايز بقى تغير لي اليو اي بالقيمة الجديدة بتاعت الداتا والقيمة الجديدة بتاعت الاز لودنج. فانا هاخد السطرين دول كده واحطهم في سيت ستيت واضيفهم هنا. اللي بيحصل ان انا لما بجيب الداتا من الموديل بتاعنا والداتا تكون في الفاليو وابدا ان انا احطها في الاوبجكت اللي اسمه داتا واعمل از لودنج ده فولس. طب هستخدم الاز لودنج ده ازاي؟ هاجي هنا بقى بدل لما البادي ده راجع كارتيزيان شارت او اللي هو سينس فيوجن كارتيزيان شارت لا انا هخليه يرجع حسب الاز لودنج. فلو كان الاز لودنج ده بترو معنى كده ان هو لسه عمليه اللودنج بتحصل. فانا عايز يرجع هنا ايه سنتر واحط جوه السنتر ده الشايلد بتاعه يكون سيركلر بروجرس انديكيتور بالشكل ده. طب لو كان بقى الايز لودنج ده فولس معنى كده ان انا فعلا جبت الداتا احط الكارتيزيان شارت اللي احنا عاملينه. طب هي اصلا ليه ظهرت هنا؟ ظهرت هنا لان انا عملت سيف على الفايل ده لان انا كنت كل شويه لما اكتب سطر كود وبعدين اعمل سيف فهو في المره الثانيه او المره الثالثه الداتا فعلا جات لي من الموديل بتاعي. فهنعمل سيف كده بقى ونجرب ده هلاقي ان هو فعلا بيلف اهو. نعمل ريستارت هعمل لود ايمج من الجاليري اختار الصورة دي وبعدين هعمل بريدكت. تمام هو كده اشتغل معايا لان في فعلا حصل عندي بوست على السيرفر بتاعي. خلينا برضو ايه نجرب صورة تانية. هنعمل select another image وبعدين load from gallery. عايز بقى ان انا اجرب لو جربت حاجة زي كده هلاقي دايما ان هو قاعد يقول لي ان هي reject او unwrite لان هو حصل له ترين على صور بتاعه بنانا مش توميتو. فبالتالي انا عايز احط صور البنانا واشوف هي فعلا رايب ولا ان رايب. هحط له بقى الصوره وهعمل بريدكت هلاقي فعلا ان هو قال لي ان الصوره ديت رايب وهلاقي برضو ان انا عندي على السيرفر حصل عندي بوست. فتمام كده الكود بتاعنا شغال وكذلك الامر برضو الموديل هنا برضو شغال. فده كده الكود اللي احنا كنا هنعمله. بقى حاجه هنا بسيطه خالص في الفانكشن بتاعه الكاميرا. فانا هرجع كده على الفيور وهاخد الفانكشن دي كلها كده كوبي وهكررها هنا تحت برضو وبدل جاليري هتبقى كاميرا والسورس هنا هيكون كاميرا وهسيب كل حاجة زي ما هي. وهنزل بقى في البطن بتاع الكاميرا اللي هو ده هتعمل لي بيك فروم كاميرا. طب الكاميرا هنا مش هتشتغل عندي علشان الايميوليتور اللي انا مشغل عليه ده هو مفيهوش كاميرا بس انت عندك ان شاء الله هتشتغل يعني كده مظبوط. عندي برضو حاجة هنا انا عايز اخد النافيجيتور ده زي ما هو كده واضيفه هنا في الباك بوتون بتاع
البريدكشن سكرين او البريدكت عايز اضيفه هنا. هنلاقي ان هو اصلا الاب بار ما فيهوش ليدنج، فنقول له ليدنج تاج باتون، اقول له بريست، واضيف له الكود بتاع النوتيفيكيشن. بس هنا هقول له انت هنا دوت بوش ريبليس، كأنه هيرجع بالعكس. وبعدين هنا انا بقى مش عايز البريدكشن سكرين ده، انا عايز هنا الايمج فيو، خليها كونستانت، واخلي ده برضه كونستانت، واعمل سيف، واضيف برضه هنا كونستانت بالشكل ده، اشيل ده من هنا. كده احنا خلصنا الكود بتاعنا، سواء بقى كان الكود بتاع فلاتر نفسه او الكود بتاع الموديل بتاعنا. وعرفنا بقى ان ازاي ان احنا نعمل الموديل حتى لو احنا مش عندنا اي خبرة في الاي اي، هنستخدم ادوات جاهزة هي اللي هتساعدنا في كده. ده كده اخر فيديو في التطبيق بتاعنا. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم.